طبعا منذ تقريبا أكثر من شهر ونصف كانت هناك فترة موسم وفترة أعياد. اضطررنا خلال هذه الفترة عن التساهل على هذه المعابر والسماح لكميات كبيرة لأعداد كبيرة بالدخول إلى مناطق شمال وشرق سوريا، ولكن الإجراءات الطبية والاحترازية الطبية في هذه المعابر بقيت كما هي في تلك المعابر. جميع الوافدين إلى شمال شرق سوريا يخضعون لفحوصات طبية دون مرور من نقاط طبية، دون المرور لفحوصات طبية. لا يمكن دخول أي مواطن إلى شمال وشرق سوريا. جميع القادمين في فترة الأعياد الذين دخلوا من معبر طبقة ما يزيد عن 13 ألف وافد فقط في معبر طبقة، الجميع أخضعوا لتحاليل وفحوصات طبية، كانت إجراءات طبية صارمة في تلك المعابر. مجمل المعابر الإجراءات الطبية لا زالت مستمرة، والإجراءات الاحترازية الطبية على أهبة استعداد لم تنقطع طيلة هذه الفترة. ولكن نتيجة زيادة الإصابات في باشوري كردستان وفي مناطق النظام وكما ذكرتم في مناطق أخرى، يثير قلقنا وجود هذه الإصابات وإمكانية دخول هذا الفيروس إلى مناطقنا عبر الوافدين. لذلك في الفترة القريبة القادمة سيتم إعادة تقييم الواقع على هذه المعابر اتخاذ إجراءات احترازية أكثر صرامة على هذه المعابر، جميع المعابر. والإجراءات الطبية الموجودة حاليا سيزيد وتيرتها، إجراءات الدخول بشكل عام سيزيد وتيرتها حتى نصل إلى مرحلة السماح فقط للحالات الإنسانية والاضطرارية فقط بالدخول إلى شمال وشرق سوريا. طبعا تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية تواصل بأعلى المستويات، والتواصل مستمر لم ينقطع خاصة في الفترة الأخيرة. منظمة الصحة العالمية في الفترة الأخيرة قدمت المزيد من المعدات الطبية بشكل عام، ليس فقط بخصوص كورونا، بشكل عام قدمت معدات لا بأس بها، والتواصل معها مستمر لتشكيل فرق تدريبية لكوادرنا. هم وعدونا بهذه الفرق، ولكن حتى هذه اللحظة باعتبار مناطقنا لا يوجد فيها فيروس كورونا، خالية من الفيروس، عمليات الدعم لمناطقنا ولهيئاتنا وللجان الصحية لا زالت دون المستوى نتيجة عدم وجود الفيروس. ولكن نتأمل منهم ونتيجة النقاشات معهم والتواصل معهم بأنهم سيكونون جاهزين لتقديم أي معونة في هذه أو مساعدات في هذه الفترة في حال حصول الفيروس. ولكن ما يعيق هذا التواصل أو ما يعيق هذا التقديم لهذه المعونات هو صعوبة إيصالها إلى مناطقنا، مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة بعد القرار بإغلاق معبر الكوشر الذي أصبح ضائقة ومشكلة أمام وصول جميع المساعدات الطبية سواء كانت من منظمة الصحة العالمية أو من بقية المنظمات العاملة في المجال الصحي. نعم، هذا الفيروس حسب الدراسات العلمية أنه سيستمر ويستمر لسنوات وليس لشهور. لذلك سيتم حاليا وتم حاليا إعداد مسودة مشروع لكامل شمال وشرق سوريا حول كيفية تعامل القطاعات المختلفة مع هذا الفيروس. ليس فقط إغلاق هذه القطاعات تستمر بعملها، ولكن ضمن شروط معينة لكل قطاع معين، قطاع الأفران وقطاع الملاعب وجميع القطاعات حتى مؤسسات الإدارة الذاتية. كل القطاعات سيتم توجيهها بشكل معين وأعطاها تعليمات خاصة بها، خاصة بكل قطاع معين. هذه المسودة حاليا جاهزة للنقاش. في الأيام القريبة القادمة سيتم إقرار هذه المسودة وتوزيع على كامل القطاعات حول كيفية التعامل ضمن ظروف جائحة كورونا. طبعا نحن حاليا ندرس الموضوع من كل الجوانب، خطورة هذا الموضوع. مثل ما ذكرنا سنبدأ بتجديد على المعابر كما كانت، وفي حال اضطرار وازدياد المخاوف هنا كل الاحتمالات مفتوحة لفرض حظر تجوال مرة أخرى في حال ازدياد المخاوف كما ذكرنا. ولكن كما ذكرنا باعتبار هذه الجائحة
ستطول إلى أمد غير معلوم حاليا، على الأقل حاليا، والدراسات كما ذكرنا تشير إلى إطالة أمد الجائحة. لذلك يجب أن يكون هناك تماشي مع هذا الواقع، هناك واقع موجود، وكيف يتعامل المواطنون، كيف يتعامل الشعب مع هذا الواقع الجديد وبظروف انتشار ووجود جائحة كورونا. هذا الواقع الذي نحاول أن نفهمه لجميع مواطنينا للشعب، بأنه في حال وجود فيروس كورونا، في حال وجود جائحة كورونا، كيف يكون الوضع المعاشي، الوضع المجتمعي، كيف يتم التقرب من هذه الوضع. هذه الحالة حاليا هيئة الصحة في شمال شرق سوريا بصدد إعداد هذا المشروع وتقديمه لجميع المواطنين.